خف حضورك في المكان اللي انت مش شايف نفسك ولا قيمتك فيه. صباح الخير. النهارده هتكلم عن نوع من انواع العلاقات ممكن تبقى بالنسبه لنا عاديه، ممكن تبقى بالنسبه لنا انت مش واخد بالك ان هي حاجه بتستنزفك او بتستنزف طاقتك، او بتاخد من وقتك ان انت بتفكر فيها ان هي بتضايقك، بس بعد كده بترجع تنساها وفي نفس الوقت الموقف بيتكرر تاني. الا وهي ان انت لما بتكلم حد او مثلا بتبعت لحد مسجز، هي الناس دي بتفضل راكنه المسجز بتاعتك لحد ما هم بيبقوا محتاجين منك حاجه، وبالتالي هم بيبتدوا ان هم يردوا عليك. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده مع بعض، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب تحت القناه ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طرق تواصلنا مع بعض دلوقتي بقت اكترها مسجز، مش مكالمات، او ان انا اتصل بيك ان انا اسلم عليك او اطمن عليك. معظمها مثلا بقت مسجات. لو حد عايز منك حاجة بيكلمك، لو حد حابب يطلب منك حاجة بيكلمك. لو انت شخص معطاء او شخص كويس بيحب ان هو اي حد بيكلمه بياخد ده بمحمل ان هو مبسوط ان الناس بتطلب منه حاجة، مبسوط ان الناس ان هو بيحاول يساعد اي حد بيطلب منه حاجة. ففكرة ان احنا نطمن على بعض او نسأل على بعض دي، حاسة ان انا بقالي كتير قوي ما شفتهاش من ساعة ابويا الله يرحمه ما كان عايش، ومثلا كان في كل عيد او كل رمضان كان بيتصل باهله كله، القريب والبعيد، عشان خاطر يسلم عليهم. فانا حاسة ان احنا مش موجودين اساسا في الموضوع ده خالص. حاسة ان احنا بنتواصل مع بعض بس مسجات علشان خاطر لو حابين نطلب من بعض حاجة، لو حاببني ان انا اساعدك في شغلك، لو حاببني ان انا اساعدك في مشوار، لو حاببني ان انا اساعدك في اي حاجة. بس فكرة ان احنا نكلم بعض او حتى نبعت لبعض بمسج عشان خاطر نسأل على بعض او عشان خاطر نطمن على بعض، دي مش موجودة اساسا. ممكن كانت موجودة في اول جيلنا، في الاول خالص، لما كنا قريبين مع بعض، لما كان الموبايل لسه في بدايته وما كناش وكان ان احنا بنتقابل كل فترة او كل يوم، والموبايل ما كانش لسه واخد الحيز الكبير ده قوي من حياتنا. ففكرة الموبايلات وفكرة المسجات ان احنا بقت حياتنا ان احنا نسأل على بعض بس عشان خاطر احنا بنطلب من بعض حاجة في مسج، دي بقت القوقعة اللي احنا عايشين فيها. احنا بقينا عايشين في عصر المسجز بس، ان انت حاسس ان انت مش مستاهل ان يترد عليك غير واللي قدامك محتاج منك حاجة، او اللي قدامك عايزك في حاجة. ممكن تبعت مسج مرة واتنين وتلاتة واللي قدامك ما يردش عليك غير وهو محتاج منك حاجة. وهو محتاج منك حاجة، هو ممكن ما يردش على المسجز اللي انت اصلا بعتها له، بتسأل عليه او بتطمن عليه او حتى محتاجه في حاجة. فيروح ناقل لموضوع تاني خالص، وهو بيرد عليك يسألك على حاجة هو محتاجها، كأنه هو ما شافش المسج اللي انت بعتها. احنا للاسف بقينا عايشين في عصر وحش قوي. بقينا طرق ان احنا نطمن على بعض هي ان احنا نشوف بوست لحد ان هو خلاص لا هو كويس عايش مرتاح. فاحنا زي ما بقول كده بقينا بنطمن على بعض من خلال البوستات بتاعتنا، مش من خلال ان انا مثلا الشخصيه دي وحشتني ابعت لها مسج اطمن عليها، بقالها كتير غايبه مثلا اطمن عليها، اشوفها مثلا في شغلها مرتاحه ولا لا، في حياتها مثلا اطمن عليها. مش شرط ان انا ادخل في تفاصيل، بل بالعكس ان انا احس ان اللي قدامي مرتاح ومبسوط. بالنسبه للشخصيات اللي انت او اللي هي بترد عليك وقت ما تكون محتاجه حاجه، الناس دي اللي وصلها للمرحله دي ان انت بقيت متاح طول الوقت. حتى لو انت اوريدي مش فاضي، حتى لو انت مثلا مشغول طول اليوم، بس انت لما بتشوف المسج بتاعتهم، لو انت مش عارف ترد عليها في الوقت ده فانت بتأجلها لوقت تاني، بس اوريدي بترد. لكن في ناس تانية اساسا بتشوفها في وقتها وما بتردش، او حتى بعدها وما بتفتكرش ان هي ترد. فالناس دي شايفة ان انت حتى لو مشغول فانت متاح ليهم هم طول الوقت. الشخصيات دي اللي وصلها لكده هي ان هم شايفين ان انت متاح طول الوقت، فهم في اي وقت هم محتاجينك هم اوريدي هيلاقوك موجود، حتى لو انت مشغول، ان هم عارفين ان انت هتسيب اللي وراك وهتبقى معاهم، عشان خاطر انت شخصية معطاءة، او عشان خاطر انت شخصية عندك اصول قوي، او شخصية
متربية قوي او شخص بيحب الناس اللي حواليه قوي، ايا كان ايه من الصفات دي. بس الناس اللي قدامك زي ما قلت هي من الناس اللي متعودة ان هي تاخد، او هي شافت ان انت مثلا عمرك ما طلبت منهم حاجة، او ان انت مش محتاج ان انت تطلب منهم حاجة، فخلاص بقيت مثلا لو انت هتكلمهم بقى الموضوع بالنسبه لهم عادي، احنا مش لازم ان احنا نرد، اهم حاجه ان احنا نرد واحنا محتاجين حاجه. فالشخصيات دي للاسف بقت موجوده في مجتمعنا كتير قوي. اللي وصلنا للمرحله دي هي ممكن يكون زي ما بقول كده الموبايلات لما اتفتحت قوي، وزي ما بقول كده بقينا نسال على بعض بالمسجات عشان خاطر مثلا لو محتاجين من بعض حاجه، لكن نطمن على بعض قليله قوي الا من رحم ربي. في هنا بقى مشكلتين عايزين نقف عندهم في العلاقات اللي زي دي. العلاقة دي في الأول هي بتستنزف طاقتك، بتستنزف طاقتك أو بتخليك بتفكر إن أنت مثلا شخصية ضعيفة، أو إن أنت شخصية طيبة زيادة عن اللزوم، فالناس بتستغل طيبتك دي. فاوريدي انت دماغك بتروح للتفكير ده دايركت، وبتفتكر ان الطيبة الزايدة حاجة وحشة، او ان احنا ما ينفعش نتعامل بيها في الزمن اللي احنا موجودين فيه ده. اما تاني مشكله بقى دي، وهي عندك انت او عندي انا او عند غيرنا، هي ان احنا ما بنقولش الحاجه اللي مضايقانا. او مثلا لو احنا قلنا الحاجه اللي مضايقانا مره واتكررت مره واتنين وتلاته، ف بنبتدي ان احنا نكتمها جوانا، ما بنقولش للي قدامنا، فاللي قدامنا بيفتكر ان هي حاجه عاديه. خلاص هو اتعود على ان هو ياخد منك بس، او اتعود على ان انت متاح طول الوقت، وهو مثلا مش فاضي ان هو يرد عليك، ما انا مشغول هرد عليه ازاي؟ طب ما انت اوريدي انت كمان مشغول، بس انت علشان خاطر بتحب اللي حواليك، او انت شخص معطاء، او شخص عندك طيبة زيادة، بتحاول توفر وقت من وقتك علشان خاطر تدي للي حواليك، لان انت بتحب تشوف الناس اللي حواليك مرتاحين. اما الفكرة ان هم يشوفوا الناس اللي حواليهم مرتاحة دي مش موجودة في دماغهم. الناس دي اهم حاجة عندها نفسها، فالناس دي اهم حاجة عندها نفسها بس، مش بتبص. مش هقول ان هم ناس مثلا انانيين، بس هم ما خدوش طبع ان هم مثلا حد يطلب منهم حاجة. فده اللي حولهم ان هم يبقوا اشخاص انانيه من غير ما ياخدوا بالهم. مثلا خلاص انت اللي عودتهم على ده، او انت اللي عودتيهم على ده، فبقوا متعودين ان هم بياخدوا بس ما بيدوش. اما بقى الحل هنا، فمش ان احنا نقطع مع اللي حوالينا، او ان احنا ما نكلمش اللي حوالينا. لا خالص، انا مش برجح الفكره دي ولا بحبها خالص. انا بحب ان انا ابقى على تواصل مع الناس كلها، ما عنديش اي مشكله. ولو حد طلب مني حاجه اوكي، ما عنديش اي مشكله، بس ساعتها هشوف انا متاحه ولا لا. مش هفضي نفسي زي ما كنت مثلا بعمل الاول. لو حد طلب مني حاجه اوكي، هفضي نفسي في الوقت دوت وكنسل اي حاجه تانية كانت معايا علشان خاطر ابقى معاك. فلا، هنا هشوف اولوياتي الاول. هل انا ينفع ابقى متاح او لا؟ هل انا اصلا هينفع ارد عليك في الوقت اللي انت بعتلي فيه ولا لا؟ بعد كده هتجاهل شويه. المفروض ان انا اتجاهل شويه الكلام، زي مثلا مش بقول ان احنا هنردها لهم، بس يعني انت لما حد كان بيبعت لك مسج كنت بتتضايق لما حد بيتجاهلك، فاوريدي انت هتاخد جنب احسن، او هتقلل كلام احسن. هتاخد جنب احسن. مش بقول ان احنا نقطع، بس هتاخد جنب علشان خاطر حفاظا على نفسيتك، حفاظا على ان انت متفضلش تفكر في الموضوع ان هو ازاي مضايقك. الموضوع بيضايق. فكرة ان انت تفكر ان انا مثلا قليل، او ان انا مثلا حد بيستنزفني، او ان انا مثلا احتجت حد في حاجة، ورغم ان هو لما بيحتاج حاجة انا ببقى جنبه، بس انا دلوقتي محتاج حاجة وعودت اللي قدامي اللي انا ما بطلبش. فلما احتاج الحاجة دي هو مش هيرد عليا، او هو هيكبر لي، فده احساس بيوصل لك ان هو احساس وحش قوي. فبالتالي ساعتها انت بتبقى متضايق، ساعتها بتفضل تفكر فيه. فخد جنب احسن. قلل تعامل شوية من غير ما نقطع الكلام. ملخص الكلام: خف حضورك في المكان اللي انت مش شايف نفسك ولا قيمتك فيه. يعني المكان اللي انت مش شايف نفسك ان انت ليك قيمة فيه، او ان اللي انت بتستنزف فيه، خف حضورك فيه. مش هقول سيبه وامشي، بس على الاقل اتعامل بحدود. عرف الناس حدودك، عرف الناس ان انت كمان شخص تستحق ان انت يترد عليك، عرف الناس ان انت شخص ان الدنيا خد وهات، ان الدنيا مش خد بس، لان احنا قابلنا اكيد ناس كتير قوي بتاخد بس متعرفش يعني ايه ان هي تدي.
لو احنا مش هنعلم الناس حاجة زي دي فاحنا بننسحب احسن، وهم يقابلوا بقى ناس شبههم احسن. بس كده، اتمنى نرجع لعصر ما قبل الموبايل بشوية. يعني احنا واحنا في المدرسة كنا بنستخدم الموبايل ده بنفضل نرن على بعض بيه، بس احنا كنا بنطمن على بعض. لكن فكرة دلوقتي احنا بقينا بنبعت لبعض مسجات بس وقت ما احنا بنحتاج من بعض حاجة. فحقيقي نفسي نرجع لأيام أول الموبايل خالص، أو حتى قبل الموبايل. أنا ما كنتش موجودة أول الموبايل خالص. كنا مرتاحين، كنا مبسوطين، واحنا كل شويه بنردنا على بعض، بنطمن على بعض. لكن فكره يلا نفسي دي بقت موجوده كتير قوي، او فكره ان انا اهم بقت موجوده كتير قوي. فاتمنى نرجع كده لعصر ابهاتنا وامهاتنا لما كانوا في كل مثلا مناسبه بيكلموا اهلهم كلهم يطمنوا عليهم. افتكر ان اهلي كانوا بيكلموا ناس مثلا من اهلهم انا عمري ما شفتهم في حياتي، بس على الاقل كانوا بيفتكروهم في كل مناسبه. فده اللي خلى لما اي حد مثلا يتوفى ان كل اللي حواليه يذكروه بالخير، كل اللي حواليه يدعي له، كل اللي حواليه مثلا كان يبقى موجود في جنازته. فده خلى الألفة والرحمة بينا موجودة كتير قوي. اما دلوقتي يعني ربنا تولانا برحمته ونبقى اخف واحن على بعض شوية، ونبقى بنفكر في كل اللي حوالينا ونفسية كل اللي حوالينا، لان اللي قدامي يستاهل ان انا افكر في نفسيته، ويستاهل ان هو يبقى كويس. مهما مرينا بناس وحشة في حياتنا فاحنا مش هنعرف نبقى زيهم، وان احنا نقسى على اي حد يجي في حياتنا بعديهم. اللي اتربى على الاصول والحنية والطيبة هو عمره ما هيبقى شخص وحش مع اي حد، حتى لو اللي قدامه وحش معاه. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. يعني اتمنى نرجع زي ما قلت، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.